انا عارف انك دايما بتقول لنفسك انا مش لاقي وقت ويومي كله في الشغل ومش عارف اشتغل على نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقولك ازاي لو استغليت ساعتين بس في يومك تقدر تغير حياتك بالكامل. ركز معايا، انا مش هقولك كلام فاضي ولا كلام تنمية بشرية ولا اي حاجة. كل الحكاية ان انت مشكلتك مش في قلة الوقت، مشكلتك في استغلال الوقت. لان اللي بينجح وبيعمل حاجات كتيرة قوي في يومه عنده نفس ال24 ساعة بتوعك. الفكرة ان هو بيعرف يستغلهم كويس وانت بتضيعهم في الفاضي. لو ركزت هتلاقي ان يومك 24 ساعة، حوالي 8 او 10 ساعات نوم وحوالي 8 ساعات شغل، وبقية اليوم انت بتضيعه على الموبايل وعمال تسكرول بدون هدف وعمال تضيع وقتك هنا ووقتك هنا، بتضيع اسمن حاجة في حياتك. طب ازاي ساعتين ممكن يغيروا حياتك؟ اي حاجة عايز تتعلمها وتتقنها لازم تستمر عليها كل يوم. عايزك توفر ساعتين بس من يومك كل يوم هتتعلم فيهم حاجة معينة، اذا كانت مهارة او اذا كانت لغة. دي هتكون البداية بس اللي هتفتح لك ابواب كتير. شوف ايه المهارة اللي مطلوبة في السوق وتعلمها، اديها بس ساعتين بس في يومك. اهم حاجة تستمر عليها كل يوم وما تبصش على النتائج في الاول خالص. مشكلتك ان لما النتائج بتتأخر مش بتبقى متحفز وما بتكملش في الحاجة اللي انت بدأتها. صدقني انت لو خليت الساعتين دول بس في يومك محدش يجي عليهم وفضلت محافظ عليهم حوالي سنة او 6 شهور في مهارة او في لغة هتتعلمها، هتنقلك لحتة تانية وهتفتح لك ابواب كتيرة قوي. لازم تحدد حاجة تتعلمها. انا مش بقولك اقفل على نفسك 3 شهور ما تطلعش، انا بقولك بس كل يوم ساعتين من يومك وانزل شغلك عادي واتمرن عادي واعمل اللي انت عايزه. اهم حاجة تسيب بس من ال24 ساعة ساعتين، لان بيقولك لو في اي مهارة او اي لغة انت عايز تتعلمها وقضيت فيها بس 1000 ساعة هتبقى خبير فيها. مش هتبقى متقنها بس هتبقى خبير فيها. انت لو خدت ساعتين كل يوم ادي 730 ساعة على مدار السنة، يعني هتبقى من افضل 5% في الحاجة اللي عايز تتعلمها. لو بدأت دلوقتي بص بعد 6 شهور هتكون فين، بص بعد سنة هتكون فين. اهم حاجة تستمر بغض النظر عن الظروف اللي هتجيلك. هما ساعتين في يومك مفيش غيرهم. واهم حاجة برضو ساعتين تركيز من غير اي مشتتات خالص. اتعلم وجرب واخسر وعلم نفسك وهما متشتتين. في الاول يمكن هتتعب والموضوع هيكون صعب، لكن بعد كده هتشكر نفسك حرفيا. الساعتين اللي بتضيعهم كل يوم في اللاشيء هم الساعتين اللي ممكن يخلوا منك شخص مختلف تماما. الفرق والله في شوية قرارات بسيطة وشوية وعي بس مش اكتر. بص لحياتك بعدين مش دلوقتي. اتعود دايما انك تبص لحياتك في المستقبل، ودي الايام بتجري. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.